كلنا صحينا النهاردة على خبر مفجع. بسنت سليمان واللي عملته في نفسها الفجر. انا معرفهاش، يعني انا زيكم للأسف. شفت اللايف، آه، الجزء اللي هي بتعمل كده في نفسها وانا في المكتب. آه، انا من ساعتها مش عارفة ابقى كويسة، يعني انا صوت صرختها والدبة اللي انا مش عارفة ابقى كويسة. ليه بتعملوا كده في الناس؟ ليه ما بقاش في رحمة؟ ده الإسلام دين الرحمة. ليه بقيتوا بتعملوا كده في بعض؟ طبعا بسنت لا هي أول حالة ولا، يعني هتاخد يومين زيها زي اللي قبلها وهتتنسي. بس القسوة مكملة يعني. فتفضلوا قاسيين بقى كده لغاية امتى؟ ده مش بس قاسيين وهي عايشة، لا وهي ميتة كمان، في أشخاص لسه بتدوس. ماتت خلاص، هتعملوا فيها ايه تاني؟ هي ماتت. ماتت. تعملوا ايه تاني؟ يمكن أنا حاسة بيها قوي لأن الست القوية اللي انتوا بتشوفوها في الفيديوهات دي كان ممكن في يوم من الأيام تبقى زي بسنت، بسبب برضو قسوة بعض البني آدمين اللي محسوبين. مش عارفة أقول ايه بصراحة، بس أنا حاسة بيها جدا، يعني اللي هو أنا حاسة بالوجع اللي هي حاسة بيه قوي، وهي بتتكلم عن الظلم اللي هي اتعرضت ليه والكلام البشع اللي اتقال عليها. من 10 سنين أنا اتظلمت ظلم صعب قوي. يعني يمكن مبقتش فاكراه، بس فاكرة كلمة اتقالت ساعتها من صديقة ليا، قالت لي انا مستغربة ان انتي لسه واقفة على رجليكي، لو واحدة تانية كان زمان دماغها ضربت. والله العظيم اتقالت لي كده. احنا بقينا قاسيين على بعض قوي قوي. انا في الفترة دي كان رنة التليفون بتخليني اصرخ. يعني تليفوني لما كان بيرن كنت بصرخ، لان انا كنت عارفة ان انا هسمع حاجة تضايقني. حبيبتي هي اتعرضت لايه بقى؟ يعني يعني عملت فيها ايه؟ وصلتها انها تعمل كده في نفسها؟ وبناتها انا مش عارفة اتخطى ان انا افكر في بناتها. يا ترى البنات كانوا جوه؟ طب سمعوا صرخة امهم وهي بتقع، ولا قاموا حبايبي يدوروا عليها ما لقوهاش؟ طب هتقولوا لهم ايه؟ هتقولوا لهم احنا عملنا ايه في امكم خلاها تعمل كده؟ هتقولوا لها ايه؟ هتقولوا للبنات ايه؟ هتقولوا احنا ظلمنا امكم لدرجة ان هي ما استحملتش وعملت كده في نفسها؟ بس انت على فكرة ما كانتش عايزة حاجة تانية غير ان هي حد يطبطب عليها ويقول لها طمني، الدنيا لسه فيها خير. يعني هي ما كانتش عايزة اكتر من كده. اللي بيفكر في الانتحار هو مش عايز يموت نفسه، هو عايز يوقف الوجع اللي هو فيه، عايز يوقف الضغط اللي هو فيه. هو مش عايز يموت نفسه، هو عايز بس حد يقول له لا، ما تخافش انا معاك.
بسنت هتلاقوها على صفحتها، هي دايمًا بتكرر جملة كتير أوي، أنا لوحدي. خليكم رحماء بقى شوية يعني، بطلوا قسوة. لأ بجد بطلوا قسوة، انتوا بقيتوا قاسيين كده ازاي؟ يعني هو انتوا عشان موجوعين من حاجة فبتطلعوا وجعكم ان انتوا توجعوا ناس تانية؟ ده المفروض اللي موجوع ده يحس باللي جنبه. يعني انا موجوعة فاحس باللي جنبي، فنبقى نطبطب على بعض، فنبقى نسند بعض، نقول الدنيا لسه بخير. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها ويصبر بناتها على الوجع الكبير أوي اللي أكيد عمرهم ما هينسوه. ويا رب اللايف ده يتمسح وما يشوفوهوش أبدا. يا رب بناتها ما يشوفوا اللايف ده أبدا، لأن لو سمعوا صرخة أمهم عمرهم ما هينسوها، عمرهم ما هينسوا الصرخة دي. رسالة لكل راجل، راجل، عشان في ناس تانية مش رجالة يعني، هم محسوبين كده ذكر في البطاقة بس مش أكتر. لما بتطلق انت بتطلق مراتك، بس هي مش خدامة عند اللي جابك عشان تخدم عيالك ببلاش. انت لو جبت واحدة تخدم عيالك هتاخد قد كده من على قلبك، هتطفحك الدم، ومش هتخدم عيالك بضمير لانه مش عيالها، دي شغالة عادي جاية بأجر. اعتبر ام عيالك بقى اللي جاية تربي عيالك دي الشغالة اللي بأجر، واديها حقها. وبطلوا الكلام السيء اللي انتوا بتطلعوه على اللي كانت مراتك، حتى لو هي وحشة، حتى لو هي وحشة، خلاص اتطلقتي، الله يسهل لها. بلاش الكلام البذيء والسمعة اللي زي الزفت اللي بتسيبوها لعيالكم. ما هي يوم عيالك لما تبقى كده، ومعلش هي كانت مراتك برضو، لما تبقى اللي انت بتقوله الألفاظ اللي انتوا بتقولوها على الستات، هي كانت مراتك، فعيبة في حقك عشان انت اخترتها. لما تقول على ام عيالك كده فهي عيبة في حقك وفي حق عيالك، وهتفضل سمعة لعيالك. فوقوا بقى، فوقوا بقى، جاتكم القرف، فوقوا بقى باللي انتوا بتعملوه. ده مش من الإسلام في حاجة. قذف المحصنات انت وامك واخواتك واللي جابوك واللي خلوك والجيران، ونعمل قعدة حكاوي دي كان فيها وفيها، وكانت بتعمل وبتعمل وبتعمل. اتقوا الله بقى، اتقوا الله. هي عيبة في حقك عشان كانت مراتك وانت كنت مختارها، ولو كانت كويسة وبقت وحشة وهي على ذمتك فأكيد العيب فيك. لو عندك بنات ولا عندك رجالة ترضى حد يقول أمهم؟ كل ده اتقال على بسنت وعلى غير بسنت، وبيتقال كل يوم في حق المطلقات. اتقوا الله بقى، بطلوا أسف، سواء رجالة أو الستات اللي هم قرايب اللي طلق. انت ست زيك زيها، اللي ما ترضيهوش على نفسك ما ترضيهوش على بنات الناس، اللي ما ترضيهوش لبنتك ما ترضيهوش لبنات الناس. اتقوا الله، اعرفوا دينكوا بقى. انتوا ما تعرفوش حاجة عن الإسلام خالص، انتوا محسوبين على الإسلام غلط، مسلمين بطاقة. ربنا يرحمك يا بسنت، ويرحم كل واحدة زي بسنت.